السلام عليكم إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، في هذا الملخص الرائع لمباراة أشبال أكاديمية محمد السادس لكرة القدم مع الأشبال الفتح الرياضي الرباطي في إطار الدور الثامن لأكاديمية محمد السادس التي جمعت 16 فريقا من 13 بلدا موزعين على 4 مجموعات، وستكون نهاية الحفل وتسليم الكأس، ونرجو أن يكون لأكاديمية محمد السادس. والمباراة النهائية غدا الأحد 26. تأهل فريق أكاديمية محمد السادس على حساب ليدز يونايتد ب4-3 في ضربات الجزاء بعد التعادل بهدف لهدف في المباراة الأصلية، بينما تأهل فريق الفتح الرباطي على حساب فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني. إذن هكذا الفريقان المغربيان حققا نتائج مبهرة ليلتقيا في نصف النهائي. نشاهد الآن ملخص هذه المباراة الهامة. لا تنسوا الإعجاب إخواني، الاشتراك في القناة لنغطي بقية المقابلات ومنها المقابلات النهائية غدا إن شاء الله. الدورة وكان متألق في دوري الأكاديمية. ياسر زبيري هداف مونديال الشباب، ريان بونيدا، دون أنجيلو كونادو، ديسيانس وبريسيوس أوغو، 3 لاعبين شاركوا في البطولة مع اياكس وفازوا بكأس أوروبا أقل من 19 سنة مع منتخب هولندا. سيرخيو ماستر الحارس المرمى الثالث لنادي ريال مدريد الفريق الأول. انس امري بويوك حارس مرمى غالاتا سراي قدم دورة استثنائية، واليوم يتم المنادات عليه مرة للفريق الأول لنادي غالاتا سراي رغم صغر سنه لما يتوفر عليه من إمكانيات. علي معمر وياسين خليفي والصادق والزهواني واسماعيل باعوف وشاكيل فان بيرسي وسمير مرابط، وللقصة بقية نجوم آخرين يقدموا شهادة ميلادهم في هذه البطولة وسيصبحون نجوما في السنوات المقبلة. الشوط للأمام وخروج الحارس سينسو يتدخل، تلعب الكرة لفريق الأكاديمية، تتحول من هيداوي في خط الوسط. زرقي مشت كرة ممتازة من الطرف الأيمن، إمكانية لمسة في منطقة الجزاء. هدف أول في المباراة، جودة البناء، جودة اتخاذ القرار، وهذا المرة الأكاديمية المنتصر. لمسة كانت ممتازة، شوف كيف وجد نفسه المساحة وسرعة اتخاذ القرار في منطقة الجزاء. هدف جميل جدا، هدف يدرس من طرف مدرسة الفنون الجميلة اليوم فريق الأكاديمية. هدف جميل، هدف قمة الجمال. طارق كان متوقع برز في الشوط الأول، ولكن انت تشوف الطريقه كيفاش تم يعني بناء الهجمه وكيفاش الانهاء ديالها من طرف اللاعب شينان بين اللي كاينين داخل الاكاديميه، زائد الطريقه. نهايه المباراه بين الاكاديميه والفتح الرباطي هنا في الملعب الرئيسي، ملعب نايف فقارت، ملعب الرئيسي للاكاديميه، الملعب الذي يتوسط هذه الاكاديميه التي تتوفر هذا اليوم على ملاعب كثيره، على ملاعب كثيره بجوده عاليه. كره من شعيب بلعروش، بلعروش يلعبها للامام. بلعروش ممتاز في الرولونس، كان ممتاز في الكره الماضيه. كره تعود من جديد، ولو انه المدرب يفضل انه يلعبها مع زملائه في خط المور، تشتغلوا عليها بشكل كبير. طارق ربما باين واضح الموديل الجو ديال الاكاديمي والخروج بالكره من الوراء لا حسن، وهادشي اللي شفنا في المقابله اللي مضات. تسجيل الهدف جاء عن طريق بلعروش اللي دار كيف قلتي واحد لاغولونس اللي كانت نقيه في اتجاه سعد ونهاها شينان. كرة في منطقة الجزاء، تدخل لزالت الأكاديمية، إمكانية للأكاديمية، فرصة للبناء، الرغبة لملاحقة الثاني، ضربة جزاء، يرغبون في ملاحقة ثاني هدف هذه المباراة، يراهنون على الوصول للمرة الثانية. مرموش وسبب الخطورة في هذه المباراة، يصطاد ضربة جزاء في توقيت مهم جدا. شوف شينان لمرموش، يتسبب لك في الضرر في أي لحظة. مرموش عنده القدرة على أنه يورط المدافعين. تم تحضير لاعب بمواصفات عز الدين. شوف على هدف آخر، على تسجيل هدف آخر. هذا مجهود من أجل لقب الهداف، من أجل تسجيل هدف حدود لكي يودي الدورة من نقطة الجزاء. فريق الأكاديمية يسعى لبلوغ المباراة النهائية، يسعى لتوثيق مشهد التأهل. هذا مسدد، والهدف الثاني، هدف العبور.
هداف هذه البطولة لكي يصبح هداف هذه الدورة من نقطة الجزاء. فريق الأكاديمية يسعى لبلوغ المباراة النهائية، يسعى لتوثيق مشهد تأهل. هذا مسدد الهدف الثاني، هدف يخلي الأكاديمية للمرة الأولى في تاريخ الدورة ينجح في الوصول للمباراة النهائية. الأكاديمية لا تصير ولا يهمه وأن اللاعبين يضلوا بنفس الالتزام منذ البداية حتى النهاية. هذا من شوط 5 أهداف بالتمام والكمال. مستوياتهم في المباراة قدم مباراة ممتازة جدا وبطولة ممتازة جدا. كرة بن صالح يمر، بن صالح يسدد، بن صالح والتسدد من سيلسو كان بإمكانه يزيد بشوية، كان يأمنها ومن بعد. الأكاديمية كرة تلعب لأكاديمية محمد السادس. كتاب مفتوح نحو الثالث، كتاب مفتوح نحو التأهل النهائية. فريق الأكاديمية في النهائي التي تنظم على أرضه في ملاعبه في هذا الصرح التاريخي. كرة تلعب لأكاديمية محمد السادس. كتاب مفتوح نحو الثالث، كتاب مفتوح. بالفعل يعني 3 ديال الاهداف ربما هي نتيجه الضغط اللي غيمارسوا اكاديميه محمد السادس من الاول على فريق كيف قلتي من الاول. الاكاديميه كانت الرغبه اكثر، كان التركيز اكثر، الرغبه في الوصول لرابع اهداف هذه المباراه. كل شيء حسم واكاديميه محمد السادس المغربيه يعني في الدخله هناك عمليه تنقيب، في العيون هناك عمليه تنقيب. مشاو لطنطان، مشاو للسماره، يمشيو لاكادير ونواحيها، يمشيو للغرب للشرق. زغيل وسويل حكم المباراة. الانظار تتجه لحكم هذه المواجهة. كرة من الكرات الأخيرة لفريق الفتح الرباطي، هنا الحكم ينيها هنيئا. إذا بعدما كان الفتح الرباطي قد انهزم هزيمة واحدة مع فريق هايدوك سبليت الكرواتي، بينما وصلت أكاديمية محمد السادس بنتيجة كبيرة بأربع انتصارات كاملة ونقطة كاملة. رأينا الآن تأهل أحدهما ونرجو له الحظ الوفير، حيث سيلاقي إما فريق هايدوك سبليت الكرواتي الذي هزم الفتح الرياضي سابقا في الدور الأول، أو فريق فياريال في نصف النهائي الثاني بين فياريال الإسباني وهايدوك سبليت الكرواتي. تابعوا هذه القناة ليصلكم الجديد وتشتركوا في القناة التي تغطي كافة المنتخبات المغربية السنية والمنتخب الأول ومنتخب السيدات ومنتخب السيدات داخل القاعة، وأيضا أسود الأطلس داخل القاعة، وكل الفئات السنية. إلى لقاء آخر.